دي احلى فرخه محشيه مشويه كمان في الكيس الحراري، هتطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بجد خطيره. هنعمل لها كمان تتبيله سهله وبسيطه هتودي بقى طعمها في حته تانية خالص. عايزه اقول لكم ان اللحم كان دايب ومستوي وشارب كده من التتبيله وطعمه كان خطير. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا بينا نشوف عملنا الفرخه الحلوه دي ازاي وطلعت كده بالجمال ده. ما تنسيش تعملي للفيديو لايك وشير، ما تنسيش كمان تشاركيه مع اصحابك. جبت بصله كبيره مبشوره ضفت عليها نص معلقه صغيره من كل حاجه. هضيف ملح وهضيف كمان كزبره ناشفه، وهضيف بابريكا وفلفل اسود وبهارات فراخ. ضفت كمان معلقتين كبار من الصويا صوص ورجعت هنا زودت الملح شويه. قلبت بقى التتبيله الخطيره دي كده كلها مع بعضها بالشكل ده. مش قادره اقول لكم يا جماعه كان طعمها حلو قد ايه. هجيب بقى الفرخه بتاعتي اللي انا غسلاها كويس جدا ومصفياها كمان من الميه. هبدا كده اعمل فتحات من تحت الجلد علشان التتبيله تدخل كده في اللحم وتتشرب كويس جدا. حطيت كده التتبيله بقى على الفرخه وهدلكها كده. هعمل لها مساج يعني من جوه ومن بره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بجد خطيره سهله ولذيذه وما خدتش كمان وقت في الفرن، وطلعت دايبه ومستويه وحلوه جدا. خلاص كده تبلت الفرخه بتاعتي زي ما احنا شايفين، انا بتبلها كده من كل ناحيه. هسيبها بقى دلوقتي على جنب حوالي نص ساعه علشان تشرب زي ما قلت لكم من التتبيله ويبقى طعمها حلو. تعالوا بينا بقى علشان نعمل الرز. هحتاج لبصله صغيره مبشوره بشر ناعم. هضيف عليها ملح وفلفل اسود وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما البصله تنزل الميه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا محضره بقى حله حاطه فيها معلقتين كبار من السمنه. السمنه بتاعتي هتسخن، هنزل كده بالبصله هديها تشويحه بسيطه مش هخليها تاخد لون. واول ما هتبدا كده تتشوح معايا شويه هنزل كده بالقوانص. هنقلب كده القوانص شويه لانها بتاخد سوا طبعا عن الكبده. بعد كده هنزل بقى بالكبده بتاعتي وهشوحهم كويس جدا مع بعض كده زي ما احنا شايفين. هضيف بقى عليهم نص معلقه صغيره مليانه من القرفه، ربع معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود. قلبتهم مع بعض كويس جدا. طبعا مجهزه الرز بتاعي. هنزل كده بالرز على الكبد والقوانص واقلبهم مع بعض الاول لحد ما الرز كده يتشوح مع الكبد والقوانص. هنزل بقى كده بالميه المغليه ومش هننزل بكميه ميه كبيره علشان احنا عايزين الرز يكون نص سوا. خلاص كده الرز بتاعي بعد ما اتشرب خدت جزء منه وسبت بقى الباقي يستوي بعد ما زودت له الميه. سبت الرز بتاعي كده برد في الطبق وهبدا بقى اخد منه واحشي كده الفرخه من جوه وكمان من تحت الجلد بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هنخلص بقى الكميه وما تكتروش الرز كده جوه الفرخه علشان ما تفرقعش منكم. خلاص قفلت الفرخه بتاعتي كويس جدا، وكمان كان في حتت كده في الجلد مقطوعه عملتها كده بالخله وقفلتها كويس جدا. دخلتها جوه الكيس الحراري بالشكل ده. عملت كمان فيها فتحات صغيره كده علشان الكيس ما يفرقعش وهو في الفرن. دخلتها بقى كده في الصينيه ودخلتها على فرن ساخن درجه حراره 200. قعدت بالظبط ساعه وربع. طلعت بقى هنا من الفرن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بجد يا جماعه عايزه اقول لكم والله كانت ريحتها في منتهى الجمال. شايفين بجد خطيره. الفرخه بتاعتنا خدت لون كده لوحدها من غير ما نفتح الكيس ولا نشغل الشوايه ولا اي حاجه خالص. نقلت بقى الفرخه بتاعتي كده مع الرز اللي استوى في طبق التقديم. وخلاص كده هنقدم الفرخه بتاعتنا. اللي انا بدهنه بقى ده على الفرخه ده الصوص والدهون اللي كانت نازله في الصينيه من تحت كانت نازله من الفرخه. طلعت بقى بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. شايفين بجد خطيره حلوه جدا سهله ولذيذه، وعايزه اقول لكم بجد كانت دايبه دوبان. شايفين بص الفرخه بتاعتنا جميله ازاي. جربوها بقى وما تنسوش تقولي رايكم فيها ايه. ما تنسوش كمان تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.